ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لما الدنيا تقفل في وشك ويكون عندك مشاكل كتير، بتحصل لك مصايب كتير، عندك ضيق في الرزق، عندك الناس اللي بتحبهم بيبدأوا يبعدوا عنك، على طول في مشاكل ما بتنتهيش ومش بتخلص. اول ما تلاقي الدنيا مقفلة معاك قوي كده، اجري على طول على الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. هتلاقي رزق وهتلاقي الدنيا بدأت تتغير معاك، هتلاقي عطايا من الله. ربنا قال لنا: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار الكتير دوت بيفتح لك كل باب مغلق، بيسد الديون، بيرسل لك الرزق بتاعك لحد عندك، بيمحو لك السيئات، بيفتح لك أبواب المستحيلات. يعني لو عندك أمنية والأمنية دي ما بتتحققش وبتطلب وبتلح من ربنا، بتلح على ربنا دايما بالأمنية ديت، والأمنية ديت برضو من المستحيلات ومش بتتحقق، مع الاستغفار ربنا هيجيب لك الدعوات بتاعتك، هيمنع عنك البلاء، هيرفع عنك المصايب، هيخليك دايما الحياة بتاعتك هتكون في معية الله دائما وأبدا. ومعية الله يعني ان انت هتكون ربنا هيخطط لك حياتك، هيرسم لك حياتك، اي مصائب هتترفع عنك بسبب الاستغفار. وبمناسبة المصايب، في دعاء جميل جدا نقوله عشان ربنا يحفظنا من اي مصائب. الدعاء بيقول: اللهم انا نعوذ بك من غدر اللئام وما حوته مصائب الايام. الدعاء ده بتقوله 3 مرات صباحا و3 مرات مساء عشان ربنا يرفع عنك اي مصائب واي بلاء. الاستغفار دوت بيخليك ترجع لربنا ويكون طريق عبور ليك لربنا. لما تيجي تدعي هتلاقي ربنا بيستجيب لك، ربنا هيحبب فيك خلقه، يعني دايما هيبقى عندك طريق كده متصل ما بينك وما بين ربنا بكثرة استغفارك. كلنا بنعمل ذنوب كتيرة جدا، وكل ما بنرجع نقلع عن الذنوب ديت بنرجع نعمل ذنوب تانية، فدايما الاستغفار دوت بيخلي صحيفتك تتجدد. ربنا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا يعني مهما كان ذنبك ومهما كنت عامل من أشياء صعبة جدا، ربنا هيغفرها لك. أيوة، ربنا هيغفرها لك. اوعى تفكر إن أنت الذنب اللي أنت عملته دوت ذنب صعب، فلازم بقى إن أنت ربنا مش بيحبك، ربنا خلاص ما بقاش عايز يسمعك. اجري بسرعة على الاستغفار، لأن مهما كان الذنب اللي انت عامله ربنا هيغفره لك. وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يعني ربنا بكتر الاستغفار بتاعتك ربنا هيوسع عليك رزقك، هيخليك تعيش عيشة كويسة، هيخليك الحاجة اللي انت نفسك فيها تتحقق. حتى لو انت بطلت خلاص، يعني بقى يأست من الموضوع اللي انت نفسك فيه، ربنا هيحققه لك وهيسهل لك وييسر لك السبل لتحقيق أحلامك. ومش بس أحلامك، ده ربنا هيخليك تعيش حياة أنت مش متخيلها ولا متوقعها. ناس كتيرة جدا من اللي كانوا عندهم مشاكل، سواء كان في عدم الإنجاب، بكتر استغفارهم ربنا رزقهم البنون ورزقهم الذرية الصالحة بعد مثلا صبر 15 سنة أو أكتر. وفي قصص كتيرة جدا بتقول كده. ناس كتيرة جدا من اللي كان عندهم ديون وعندهم مشاكل وهموم جامدة جدا، بكتر استغفارهم ربنا بدأ يحللهم المشاكل دي ويوسع رزقهم ويسد عنهم الديون بتاعتهم، وبدأت الدنيا تتغير تماما. ناس من اللي كان عندهم مشاكل في ان هم مثلا مفيش الزواج، ربنا مأخر عليهم الجواز، بكتر الاستغفار دوت ربنا بيرزقهم الزوج الصالح وبيسر لهم كل الأمور. فكل أمورك مهما كانت متعسرة، بكثرة استغفارك هتخلي الأمور سهلة ومتيسرة، وهتكون دائما وأبدا في معية الله. واللي بيكون في معية الله يعني ربنا بيبعد عنك كل شر، بيدفع عنك السوء، بيوضح لك حقيقة البشر من حواليك. يعني ممكن حد يكون عامل نفسه بيحبك، لكن هو من جواه بيضمر لك شر، أو مش بيحبك، أو بيتكلم عليك من وراك. كل الحقائق دي هتبدأ توضح قدامك لما تكون في معية الله، لما تكون بتستغفر كتير، لما تكون قريب من ربنا. فربنا يحقق لك كل أحلامك، الحاجة اللي انت بتحلم بيها، ويمكن كمان بأسهل وأيسر الطرق اللي انت مش ممكن تخطر على بالك ولا تتخيلها.
فلازم ما يعديش يومك من غير ورد الاستغفار. يعني في ناس كده قلوبها بتتعلق بالأوراد. ازاي؟ يعني أنا مثلا لازم يكون في 3 حاجات يوميا ما بطلهاش، ولازم أقولها باستمرار، طبعا مع الصلوات بتاعتنا ومع الفروض والحاجات الأساسيات اللي احنا ماشيين عليها. الأوراد هي إن احنا لازم بنستغفر كل يوم. يعني سواء بقى ان انت بتستغفر 100 مرة صباحا و100 مرة مساء. احنا كده كده في الاذكار بتاعتنا بتاعت الصباح والمساء بيبقى فيه استغفار 100 مرة صباحا و100 مرة مساء. وطبعا كل ما بتزيد كل ما حياتك بتبقى احلى واجمل. وشفنا ان الناس اللي بتبدأ تستغفر ربنا باعداد كبيرة جدا حياتها بتنقلب رأسا على عقب لأحسن حال، وبتتغير حياتهم وبيرجعوا بقى. وبنسمع قصص كتيرة جدا، في ناس بتوصل ل100,000 في اليوم، في ناس عندهم همة عالية بتوصل لأعداد كبيرة جدا. انت على حسب وقتك وعلى حسب طاقتك وعلى حسب مجهودك، لكن دايما ما تقلش مثلا عن ان انت تستغفر 100 صباحا و100 مساء. كل ما بتزيد كل ما بيبقى خير ليك. ال3 أوراد اللي احنا لازم نحافظ عليهم كل يوم في يومنا هو ورد الاستغفار، ورد الصلاة على سيدنا محمد، وورد لا إله إلا الله. ال3 حاجات دول لو استمريت عليهم وحافظت عليهم كل يوم، حياتك فعلا هتتغير للأحسن. وما ننساش يعني ان الاستغفار دوت، ان الناس اللي بتستغفر ربنا كتير جدا لما ربنا بيبدأ يمحو السيئات اللي موجودة عندك ويبدأ عندك جبل من الحسنات، الحاجات ديت بتخلي حياتك تتغير تماما. ربنا بيحقق لك كل شيء، ربنا بيرفع عنك المصائب والبلاء. يعني حتى لو مكتوب لك ان ربنا ينزل عليك بلاء او ينزل عليك مصيبة، فربنا بيرفعها عنك بكثرة استغفارك. ربنا بيجعل كل الناس بتحبك، بيجعل عندك قبول، بيجعل كل حاجة نفسك فيها بتاخدها بطريقة أحسن مما تتوقع.